السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وتكون احوالكم على خير. مرحبا بكم في القناه، وسمحوا لي بزاف على هذه الغيبه، ونتمنى تكون هذه بدايه جديده وموفقه باذن الله. اليوم جبت لكم واحد من اشهر القصص الواقعيه اللي وقعت في المغرب. القصه ديال اخطر واشهر سفاح متسلسل في المغرب اللي هو الحاج محمد المسفيوي. غتصدموا بزاف من عدد الضحايا اللي قتل هذا السيد. فللمزيد من التفاصيل خليكم معايا حتى اخر الفيديو. في بداية القرن العشرين، بالضبط سنة 1906، غتعرف مدينة مراكش اختفاء ديال العدد كتير ديال النساء. ولات ظاهرة ديال الاختفاء كتيرة بزاف في هذه المدينة. كاينه اللي كيسخروها والديها ما كتعاودش ترجع، كيغبر ليها الاثار. كاينه اللي مثلا كتمشي للحمام حتى هي نفس الشيء. والاعمار ديال هاد البنات كلهم كيتراوح بين 14 و 20 سنه. في الاول كانوا الاسر كيشكوا يمكن تكون بنتهم هربت مع شي واحد، ولا كذلك كيشكوا في اقرب الناس ليهم، وكيمشيو عند البوليس وكيعاودوا لهم شنو كاين. ولكن هما براسهم ما قدروش يفكوا اللغز ديال هاد الاختفاءات. كيجيوهم بزاف ديال الشكاوي، ولكن والو. كيقلبوا ما كاينش الاثار لا ديال البنات ولا ديال شكون شنو هو المصير ديالهم، فينا هما، واش مخطوفين، واش يعني ما كاينش ليهم الاثار نهائيا. بقات الامور على ما هي عليه حتى لواحد النهار واحد الاسره حتى هي غبرات ليهم بنتهم، يعني ما بقاش بان ليها الاثار. وحتى هي باقا شابه، باقا صغيره. مشاو عند البوليس، نفس السيناريو كيتكرر. البوليس كيقولوا لهم حنا ما عندنا حتى شي فكره، بالعكس بداو كيلوموا الاسره وكيقولوا لها شوفوا فين صيفطوا بنتكم، اولا شوف علاش ما كنتوش رادين البال لبنتكم. يعني بحال كيحملوهم مسؤوليه الاختفاء. فهنا هاد الاسره هادي ما غاديش تربع يديها ودير بحال باقي الاسر. بالعكس، الاب والخوت ديال الضحيه قرروا باش انهم يبحثوا ويتقصوا الناس اللي كانوا مع بنتهم قبل الاختفاء ديالها. وهنا غيتوصلوا باللي اخر وحده شافت بنتهم هي واحد المراه كبيره في العمر، تقريبا عندها 70 سنه. هي اخر وحده كانت مع البنت. فمشاو لعندها، بحثوا عليها فعلا، لقاوها، سولوها. بدات السيده كتبان عليها العلامات ديال الخوف وكترعد في الهضره ديالها. فهنا شكوا فيها بلي تقدر تكون عندها علاقه بالاختفاء ديال بنتهم. وباش يستدرجوها المنزل ديالهم قالوا ليها يلا هي معنا، راه الام ديال الضحيه بغات تشوفك. فعلا مشات معهم، داوها للدار. هنا بداو كيعذبوها بشتى الطرق باش تعترف فينا هي بنتهم. فمن الخوف ديالها بدات كتعترف باللي فعلا هي اللي استدرجت البنت عند واحد السيد، وهو اللي صفاها ليها. سولوها شكون، قالت لهم الحاج محمد المسفيوي. فهنا الاسره تصدمات، لان هذا السيد هذا معروف في المنطقه ديالهم، كيعرفوه مزيان. مشاو عند البوليس، عاودوا لهم شنو كاين. جابوا البوليس، جابوا الحاج محمد. وقبل ما نكمل لكم الاحداث، اول نتعرفوا على هذا السيد هذا شكون هو الحاج محمد المسفيوي. فالحاج محمد تلقب بالمسفيوي نسبة للقبائل المسفيوة القريبة من مراكش. أمازيغي الأصل، كان خراز وفي نفس الوقت كان كاتب عمومي كيكتب الرسائل. ودابا نرجعوا لأحداث القصة. فهنا من بعد ما شدوه البوليس عطاوه الفلاقة مزيان، وبدا كيعترف ليهم باللي فعلا قتل 36 بنت، وباللي الجثث ديالهم راهم كاينين موجودين. هنا البوليس تصدموا صراحه في هذا العدد ديال القتلى اللي قتل. فسولوه فين هما هاد الجثث، قال لهم باللي هو في المحل ديالو ديال تخرز، عنده في الداخل واحد الحفره او البير غارق بزاف. اعترف لهم باللي في داك البير كان كيخبي بعض الجثث. من بعد البوليس مباشرة توجهوا للمحل ديالو، وفعلا من بعد البحث لقاو 20 جثة في البير.
فسولوه على باقي الجثث، قال لهم بلي راه دفنهم في الحديقه ديالو اللي العدد ديالها 16 جثه. فالقاسم المشترك اللي لقاو البوليس من بعد ما جبدوا الجثث هو انهم كلهم بلا راس، يعني كلهم كان كيقتلهم وكيقطع عليهم الراس، وكلهم كانوا مضروبين بالموس، يعني كان كيقتلهم بالموس. من بعد ما تبدات التهم في حق الحاج مسفيوي، فهنا السلطان عبد الحفيظ غيسني على الاعدام ديالو، واتخذ القرار بالاعدام ديالو صلبا، لانه في ديك الوقت كان الاعدام كيكون بالصلب، فمعروف بحال هاد الجرائم ديال القتل كيكون الاعدام بالصلب. ولكن غيتدخلوا التمثيليه الدبلوماسيه الفرنسيه وغيرفضوا هذا الاعدام، وهنا غيتم التعويض ديالو بالموت شنقا، يعني غيتعدم بالشنق. فالمخزن هنايا ما غيستعجلوش في التنفيذ ديال هذا الحكم، ولكن المسفيوي غيدوز اكفس ايام حياته، حيث غيتعرض لجميع انواع التعذيب من خلال الجلد يوميا. فيوميا كان المخزن كيجلدو امام الناس، وفاش كيسالي الجلد ديالو كانوا كيعطيوه 10 ديال الجلدات بواحد العصا مسننه، يعني فيها المسامر. وهنا الجسد ديالو غيتحول كامل للبقع ديال الدم. فالجلادون هنا عذبوه مزيان باش يرضيو الناس الحاضرين اللي كانوا كيطالبوا بالمزيد. يعني هاد السيد وهاد السفاح هذا فخلى الرعب في الساكنه ديال مراكش، وكذلك الرعب في القلوب ديال الاسر اللي حرمهم من البنات ديالهم. فهنا كانوا دائما من بعد التعذيب ديالو كانوا كيطلبوا دوك الجلادون يزيدوه مازال، يعني ما كانوش كيحنوا فيه نهائيا. وفي الاخير غيتقرر الدفن ديال المسفيوي حي، غيبنيو عليه، يعني غيدفنوه ويبنيو عليه وهو واقف. فباش تفهموا مزيان الطريقه كيفاش تدفن وهو واقف، غنخلي لكم الصوره هنايا. فكانت هذه هي نهايه الحاج المسفيوي اللي ارعب ساكنه مراكش وكذلك ارعب المغرب كامل في ذاك الوقت. الصراحه ما كرهناش لو كان يبقاو هاد الانواع من العقوبات في حق اي واحد سولات ليه نفسه انه يقتل اي نفس بدون حق. الصراحه كان ممكن ان الجرائم يوليو قلال شويه ملي غادي يكونوا طرق ديال الاعدام بهذا الشكل هذا. فنتمنى تكون هاد القصه عجبتكم، فهي ماشي قصه من وحي الخيال، فهي قصه واقعيه وقعت بالضبط في المغرب، وكانت قصة مشهورة الصراحة في ذاك الوقت، لأن كان تقريبا هذا السيد هذا من أشهر السفاحين اللي كانت القصة ديالو تشهرات في العالم كامل، يعني قتل واحد العدد كبير ديال الضحايا ديالو. نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعة ديالكم، ونتلاقى معكم في فيديو جاي وفي قصة جديدة إن شاء الله.